السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اولا كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم، وان شاء الله يعني ربنا يتقبل منا صالح الاعمال في هذا الشهر الكريم. النهاردة او في سيشن ديت، فاحنا حابين في الاول نتكلم عن ايه السيشنز اللي احنا بنقدمها دي. في البداية السيشنز اللي هنبدأ نقدمها الفترة الجاية هي سيشنز ممكن نقول إن هي شبه البودكاست، إن إحنا بنتكلم في موضوع معين ونتناقش فيه في حوالي مثلا على حسب ما وقت الفيديو ياخد معانا، ولكن نتكلم في شوية مين بوينتس كده في موضوع معين، وباب النقاش مفتوح. لو أنت عندك رأي معين ممكن تكتبه في الكومنتس. لو أنت أصلا حابب تقدم سيشنز معانا فهنلاقي إن في فورم للجنة التدريب، هتقول لنا السكيلز اللي عندك وزي الفل. لو حابب تتناقش معانا بقى فتكتب في الكومنتس تحت لو انت عندك رأي تاني في موضوع النقاش اللي احنا بنتكلم فيه. فخلينا ما نضيعش وقت كتير ونبدأ في موضوع فيديو النهارده، وهو موضوع الدراسة والتعليم. فيلا بينا. في البداية خلينا نتكلم يعني ايه اصلا دراسة ويعني ايه تعليم. الدراسة أو اللي هي خلينا نقول السكولينج، إن أنت بتروح المدرسة وبتاخد تاسكس، أو بتاخد قصدي مش تاسكس بقى، بتاخد واجب، وتاخد مادة علمية معينة. والمادة العلمية دي بتبدأ تدرسها عشان لما تيجي الامتحان تبدأ يتم اختبارك وتجتاز الامتحان بناء على تحصيلك للمادة العلمية دي. اما التعليم او الاديوكيشن فهو اي انسان بإديوكيشن عادي خالص. بمعنى اوضح، ان دلوقتي السكولينج او الدراسه فانت لازم تكون في مدرسه او تكون في جامعه او ايا كان. اما التعليم فان انت بتتعلم، ممكن تكون سيلف ليرنينج ان انت تتعلم على النت وهكذا. فالتعليم او الاديوكيشن اي حاجه انت بتتعلمها، ولكن مش شرط يكون في اختبار ولا حاجه. لكن التعليم هي الماده العلميه اللي انت بتاخدها. انت ممكن تتعلم خبرات، ده تعليم، ولكن انت الخبرات دي اكيد ما فيش امتحان معين. وبالتالي التعليم ديت خلينا نقول ان هو الحاجه اللي انت بتتعلمها اثناء حياتك. اما الدراسه دي متوقفه على الدراسه الاكاديميه، فبالتالي بتقول دراسه اكاديميه مش بتقول تعليم اكاديمي. ممكن تقول تعليم اكاديمي، ولكن التعليم مصطلح اشمل وبيتضمن كذا حاجه يعني. اما الدراسه فزي ما قلنا ان بيبقى فيه اختبار وكده. طب خلينا نتكلم كده اولا على جانب مهم جدا، وهي جانب المذاكره في رمضان. بس قبل ما نتكلم عن جانب المذاكره في رمضان، خلينا نتكلم على الاول عن الدراسه والتعليم بشكل عام، وبتحديد الدراسه. بكل بساطه خلينا نبقى مدركين في دلوقتي يعني ممكن تبقى سمعت كتير بيقول لك ان الدراسه ما بقتش مهمه في الفتره ديت. وده بسبب ان مثلا لقيت ان المناهج اللي انت مثلا يعني انت لو حابب تتعلم بروجرامنج، فايه اللي يخليك تخش كليه ليها علاقه اصلا بالبروجرامنج وانت اصلا ممكن تتعلمها من غير ما تخش الكليه وتضيع وقت بقى، وانت ممكن تكتسب وقت. يعني انت بدل ان انت تكمل تعليم فانت ممكن تكتسب الوقت ده في ان انت تتعلم ايه، بروجرامنج مثلا. لو انت هتخش اصلا كليه لها علاقه بالبرمجه فبالتالي المناهج بتاعتها موجوده على النت. ولكن خليني اقول لك ان في هنا شويه معضلات. اولا ان ان في الكوميونتي بتاعه الكليه هيكون حاجه مختلفه. هيكون في اصلا فرص opportunities كويسه تساعدك ان هي تيسر عليك الطريق. هو انت ممكن تتعلم عادي من غير ما تخش الكليه، ولكن الاوبورتيونيتيز اللي موجوده في الكليه اكيد هتوفر وتساعد ان انت بدل ما تاخد حاجه معينه او تدور انت على الحاجه دي، لا اوريدي هم ممكن يكونوا موفر لك الحاجه دي. تمام. خليني كمان اقول لك ان الدراسه خصوصا بعد تعديل المناهج وبقى الدراسه بالتابلت وفي مشاكل في النظام، ولكن برضو خلينا مدركين ان في فوائد وفي مميزات في النظام ما ينفعش نتغفل عنها. وهي فكره ان دلوقتي الامتحانات بقت open minded، او فكره ان انت مش جاست ان انت مثلا حفظت الماده العلميه فتروح تحل على الماده العلميه. خصوصا المواد العلميه زي الفيزياء والكيمياء والرياضه، او بالتحديد او بالاخص هي ماده الفيزياء والرياضه، يعني اي ماده فيها تفكير كده. فممكن تكون انت فعلا اتعلمت حاجه، ولكن لما تيجي تطبق تلاقي دي اغلب المشاكل. انت لما تيجي تطبق ما مش بتلاقي مثلا ان انت اللي انت اخدته دوت موجود. لا، تحس ان انت اصلا بتحل مسألة تانية، بتحس ان انت بتحل حاجة تانية خالص. ودي اللي بيشتغل عليها الفيزياء يعني خلينا نتكلم كده ان الفيزياء دي هي حل مشاكل. وبالذات اللي اتعلم برمجة او دخل في عالم برمجة هيبقى عارف ان في حاجة اسمها بروبلم سولفينج. وانا لما اتعلمت البرمجة وبدأت اخد الفيزياء في ثانوي، حسيت ان في وجه تشابه كبير قوي. لما تبدأ تتعود على يعني انت لما تيجي تحل اسئله فيزياء كتير، ده بيخلي ان في عندك اساس كويس يخليك تحل اي مساله، لان غالبا المسائل كلها متشابهه. بس المشكله ان انت لما تيجي تحل المساله بتحلها كنظري كده، انت بتقرا المساله وتحلها في دماغك. لا، المفروض في ورقه وقلم وتطلع معطيات وهكذا. بعيد عن ان ده مش موضوعنا، ولكن يعني خلينا مدركين ان في فايده. انت دلوقتي لما بتحل الفيزياء
بيبقى في مشاكل بتحلها، بتتعود اصلا على ان انت تطلع معطيات وتطلع خطوات وتمشي بخطوه ستيب باي ستيب. انت ممكن ما تكونش حاسس بالاختلاف، ممكن تكون اصلا بتحل الفيزياء وانت اصلا مش حاببها، ولكن لو حبيت الموضوع ومشيت في الرحله دي، ومشيت في رحله اصلا ان انت عادي اصلا ما تكونش عارف المساله وان انت تحاول فيها مره واثنين وثلاثه، وممكن اصلا ممكن مش عارف تحلها دلوقتي، وممكن بكره اصلا لو يعني سبتها فتره وتبدا ترجع لها تاني ممكن تحلها. فالموضوع ده فيه تجربة مختلفة جدا، ودي فايدة كبيرة قوي خصوصا في النظام التعليمي الجديد. ونظام التعليم الجديد مش قائم على ان انت تروح تحفظ وهكذا، لا، انت قائم على فكرة انا افهم المادة العلمية وابدأ اشوف استنتاجات من خلال الحاجة اللي انا اتعلمتها. طبعا الموضوع مش متوقف على الفيزياء بس، بل كل المواد، ولكن انا شايف ان الفيزياء اكتر حاجة، خصوصا ان هي اصلا الامتحان بتاعتها بتكون اصعب حاجة. طب خلينا نتكلم بقى عن نقطة مهمة وهي المذاكرة في رمضان، وإن عاملة مشكلة كبيرة، وأنا شايف أصلا إن هي ما فيهاش مشكلة خالص، وأنا شايف إن الوقت أصلا والمذاكرة في رمضان بتبقى أحسن بكتير من المذاكرة في أي يوم تاني. المذاكرة في رمضان مثلا نفترض إن أنت في اليوم العادي بتذاكر عادي، في اللي بيصحى مثلا من الفجر ويكمل مثلا يذاكر من الفجر لحد قبل الظهر وبعد كده ياخد قليل وهكذا. ولكن خلينا في المذاكرة في رمضان، أولا أنت معاك وقت كويس جدا من بعد الفطار لحد السحور، ممكن تنام لك ساعة ساعتين وتبدأ تكمل المذاكرة، ممكن إن أنت تصحى من أول الفجر تذاكر وبعد كده تنام. طبعا غالبا ما فيش حد بيروح المدرسة، يعني خلينا نكون واقعيين شويه، ما فيش حد بيروح المدرسه. فبالتالي لو انت مثلا استغليت الفتره الصبح دي ونمت شويه مش هيحصل اي مشاكل. يعني مثلا تصلي الظهر وتنام، بعد كده تصحى مثلا لو حبيت تذاكر كمان وهكذا. فانت عندك كم وقت كبير لانك عندك وقت اصلا من بعد التراويح لحد الفجر. فانا شايف ان كمان اصلا بيكون الوقت مبارك فيه ويكون فيه تركيزك بيكون كويس جدا. فانا شايف ان الموضوع ده موضوع مذاكره في رمضان هو موضوع يعني اوفر شويه فكره التفكير فيه، ولكن ده وجهه نظر يعني. ولكن هو الموضوع لذيذ جدا في فكره ان انت تذاكر في رمضان، وخصوصا اصلا انت مش تكونش مشتت، تكون يعني انت مش هتضطر ان انت تكون تاكل حاجه، مش هتفكر ان انت تاكل، مش هتفكر تفطر، مش هتفكر تتغدى، مش هتفكر اصلا تنزل تجيب حاجه، لا، انت اوريدي الفوكس بتاعك على الدراسه وبس. فده موضوع مهم جدا. الموضوع الاخير اللي هنتكلم عنه في سيشن النهارده او في فيديو او في البودكاست هي فكره ما جانب الدراسه. يعني ايه؟ انت دلوقتي بتدرس صح؟ فاوريدي في جوانب معينه مش هتحصلها من الدراسه بس، زي ما احنا مدركين ده ان في فوائد وفي اضرار، او مش اضرار، خلينا نقول فوائد، ومفيش مميزات معينه مش موجوده، وهي من الحاجات المهمه اللي احنا محتاجينها. يعني مثلا في زي ان انت مش في حاجات معينه في المدرسه انت مش بتتعلمها. مثلا لو انت عندك هوايه حابب تتعلم مجال معين، برمجه، جرافيك ديزاين، ماركتنج، ايا كان الحاجه اللي انت عايز تتعلمها، فتعلمها بجانب الدراسه. وما تقولش ان انت بس بتدرس، لا، نظم وقتك وسيستم يور لايف، وخصص وقت، مش لازم يكون وقت كبير، انت مش حد، انت مش بتتابع حد، انت شغال على نفسك. فحدد وقت معين تدرس فيه، حدد وقت معين يكون للمهاره اللي انت تتعلمها، وبالتالي انت بتطبق السكولينج والاديوكيشن بنفس الوقت. فكره ان انت education وتطور السكيلز بتاعتك، تتعلم سوفت سكيلز، برزنتيشن سكيلز، تتعلم مثلا حاجه زي الاي سي دي ال، الحاجه دي مهمه جدا، تتعلم وورد واوفيس وباوربوينت، قصدي وورد والباوربوينت والاكسس ومختلف الحاجات، وبالاخص والباوربوينت والوورد، الحاجات المهمه جدا، وطبعا الاكسل. ففي حاجات مهمه لازم تتعلمها من جانب دراستك، لان دي لما تيجي تخش كليه وتبدا تخش سوق العمل الموضوع يبقى افضل، يبقى الموضوع ألذ. طبعا ده بناء على اراء ناس كتير جدا في الموضوع ده، وكمان ان هي هتساعدك. يعني انت ممكن اصلا تستغلها في دراستك، ممكن مثلا لما يطلب منك بحث معين وهكذا، فتبدا توظف الموضوع ده. بس كده. فانا حابب اقول لك يعني الموضوع مش فكره ان دراسه وبس، وكمان مش فكره، يعني هو الموضوع اللي مخلي اصلا الدراسه الموضوع مش لذيذ، هي فكره ان الكوميونتي اللي حواليك هو بيتنيه يعني زي طاقه سلبيه عن موضوع الدراسه. بمعنى ان انت مثلا تروح زي خلينا ابسط مثال الفيزياء. اول امتحان الفيزياء اولا الناس بتكون قلقانه ومش عارف ايه، انا مش هقول لك ما تبقاش قلقان، عادي جدا، القلق ده شيء طبيعي، ولكن في موضوع من الافوره، بمعنى اصح الافوره دي بتخلي اصلا انا حتى اصلا لو واثق من نفسي
من الكوميونتي اللي حواليا او البيئه اللي حواليا تخليني اصلا مش واثق من نفسي، وان انا اخش حتى لو انا عارف، ممكن اكون عارف اجابات الاسئله، وبالذات في المسائل في الفيزياء والرياضه والمواد دي بتبقى محتاجه تركيز ويكون ذهنك صافي. لو انت ذهنك مش صافي وحواليك بقى توتر وقلق ودوشه وهكذا، ده هيخليك ما تقدرش تحل اصلا. ودي من العوامل المؤثره جدا في موضوع حلك لاي مواد من المواد اللي بتحتاج تفكير وهكذا. فموضوع مهم جدا. يعني ما تتجهش لفكره ان في ناس سابوا التعليم وبقوا يعني اصحاب مثلا شركات وهكذا. كل واحد ليه قصة، كل واحد ليه حاجة معينة، كل واحد ليه مميزات معينة، كل واحد عنده opportunities معينة، كل واحد عنده community معين. فركز في الدراسة، ودي من الفرص. يعني انت دلوقتي في حياتك هتلاقي فرص، فأول فرصة انت عندك هي التعليم أو الدراسة يعني. فأكيد مش هتضيع من أول فرصة. يعني مثلا انت يعني في اغلب الفيديوز اللي شائعه ممكن تكون اثرت عليك ان انت خلاص ما اتعلمش، وهي فكره ان ثالثه ثانوي مش مهمه. هي المقصود هنا ان دي فرصه، الفرصه دي انت اشتغلت عليها وتعبت عليها وسعيت، تمام، بس للاسف انت سعيت وتعبت وكل حاجه، بس ما جبتش المجموع اللي انت عايزه. فهنا بقى هنقول ان الثانويه العامه مش هتكون نهايه الدنيا، ولكن مش معنى ان كده ان انت اصلا ما تسعاش. لا، انت اسعى واجتهد واعمل اللي عليك، لان دي فرصه عندك، والفرصه دي تستغلها. استغلتها وزي الفل، فربنا كاتب لك الخير، فان شاء الله تشوفه. والموضوع ما كانش طويل في سيشن النهارده او في البودكاست ده. اتمنى ان تكون الفكره دي فكره لذيذه وتعجبكم. ولو عندكم اقتراحات لاي حاجه معينه نتكلم فيها، فاكتبوا لنا في الكومنتس. ولو عندك راي مخالف للي انا قلته لك فاكتبوا لي في الكومنتس. وما تنساش في فورم هننزلها اللي خاصه بالتطوع في لجنه التدريب، التدريب والتطوير في التيم، عشان تقدر تقدم سيشنز وكده. فإلى اللقاء، وألقاكم في فيديو جديد. سلام عليكم.